ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في عام الفيل لأبيه عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب. كان والده قد توفي قبل ولادته فنشأ في كنف أمه وجده عبد المطلب. كانت العادة في ذلك الوقت أن ترسل الأسر أطفالهم إلى البادية لينشأوا في بيئة صحيحة ويتعلموا الفصح، فأرسلت آمنة محمدا مع حليمة السعدية ليرضع معها. في بادية بني سعد نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية حليمة وزوجها الحارث، وتربى بين أطفالهم. كانت تلك السنون مباركة على حليمة وأهلها، إذ لم ترى خيرا كثيرا قبل وجوده في بيتها. ولكن بعد مدة وقع حادث شق الصدر حين جاءه جبريل عليه السلام فشق صدره وغسل قلبه، فخافت عليه حليمة وردته إلى أمه. بعد عودته إلى أمه عاش معها في مكة، وظلت آمنة ترعاه بكل حب وحنان وفي